وبركاته. شلونكم يا شباب؟ رجعنا لكم اليوم بمقطع فيديو جديد. اليوم راح اعرض لكم فيه فتح صناديق بكلاش رويال. راح نقوم بفتح صناديق متعددة الانواع والالوان والاحجام. راح نبدأ طبعا بهي الصناديق اللي شايفينها قدامكم، صندوق مجاني وصندوق التاج والصندوق العملاق والصناديق الفضية. ان شاء الله يا شباب عم بتمنى بهذا الفيديو بلكي ان شاء الله بيطلع لي الايس ويزرد بالصندوق العملاق، لانه صار لي زمان ناطره. وطبعا هدول الصناديق اللي شايفين قدامكم ان ضليت يومين وانا عم جمع فيهم مشان الفيديو يكون يعجبكم اكتر وتستمتعوا بالمشاهدة عن بقية الفيديوهات. طبعا انا عم بتمنى انه يطلع لي الريج سبيل بالصندوق العملاق، او عم بتمنى انه يطلع لي الايس ويزرد. بلكي ان شاء الله بيطلعوا لي، لانه ما بقى لي غيرهم بهدول الساحات. بقى ان شاء الله بيطلعوا لي وبرتاح. مثل ما انكم شايفين هدول الصناديق اللي قدامكم. رح نبدأ بفتح الصندوق الفضي. رح نبدأ بفتح الصناديق الفضية. بقى نبدأ ونقول يا رب. رح نبدأ بالفتح الصناديق. طلع لي 58 ذهب، 7 فارس، وواحد هوج رايدر. هي تاني صندوق رح نبدأ بفتحه. طلع لي 53 ذهب وفارسة و7 تسلا. حلو. كمان صناديق حلوة كتير صايرة. 55 ذهب والسبعة كائنات المنيون. واو، قوس بالصندوق الفضي يا شباب، قوس بالصندوق الفضي. مين كان متوقع هذا الشيء؟ يعني شيء غريب عجيب عن جد. بس انا مع اني ما بستخدم هدول الصناديق، اني ما عم بستخدم القوس. يعني كيف حتى يطلع لي بصندوق فضي؟ شفتوا يا شباب؟ هذا دليل على انه بطاقات الايبك عم تطلع بصناديق كتير ضعيفة وما لها قيمة. رح نبدأ هلأ بفتح الصندوق المجاني ونقول يا رب. رح نبدأ بالفتح الصناديق ونقول 56 ذهب، واحد برج النار، 7 مدفع. طبعا هذا الصندوق ما كان منيح، لأنه هدول ما عم بشتغل فين ولا عم طورن ولا شي. رح نفتح تاني صندوق ونقول يا رب. 56 ذهب، 7 هرمات السهام، وواحد برج القنبلة. صار فينا نطور برج القنبلة. رح نبدأ هلا بفتح صندوق التاج يا شباب. نقول يا رب. 192 ذهب، 3 جواهر حلو، 3 غيلان، و6 أسهم، و2 شاهد القبر. ونقول يا رب على آخر بطاقة. 15 مفجر سور، وشيء سيء جدا، يعني ما عم بستخدم مفجر السور أنا. هلق رح نبدأ بفتح الصندوق العملاق، اللي الصندوق اللي الكل ناطره. ونقول يا رب. متوتر شوي بفتحه، بلكي إن شاء الله يا رب يطلع لي الآيس ويزرد. يا رب ادعوا لي يا شباب. نبدأ بفتح الصندوق يا رب. ونقول أول شيء 1679 ذهب يا شباب، 5 صواريخ، 16 راكب الخنزير. معناتها آخر بطاقة راح تكون إيبك. ونقول يا رب. 187 رماة السهام. يا الله ما طلع لي الآيس ويزارد، بس إن شاء الله تكون الفيديو عجبكم. طبعا مع إنه ما طلع لي البطاقات اللي كان بدي إياها، بس كان عن جد التصوير يعني، وكان كتير فتح الصناديق كان كتير حلو، وعن جد استمتعت بفتح الصناديق. ومع اني ما طلع لي البطاقات اللي بدي اياها، بس يلا بنقول ما صار ما في مشكلة. وان شاء الله بلكي بيطلع لي بصناديق تانية بفرصة تانية. طبعا في اسا فرص بعدين، بس يلا ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم يا شباب. طبعا انا عم حضر لهذا الفيديو من يومين، وان شاء الله يكون نال حسن ظنكم. وطبعا انا بشكر كل واحد عم يحط لايك وسبسكرايب للقناة. واذا عجبكم الفيديو يا شباب لا تنسونا باللايك. وان شاء الله يكون اذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات، لانه كتير 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 كان تعبت حتى جمعت هدول الصناديق. بقى يا شباب نشوفكم بمقطع فيديو جديد، وان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ومع السلامة يا شباب، نشوفكم بيوم جديد. مع السلامة.